هل سألت نفسك يوما ماذا لو كان تحت سريرك أو خلف جدار منزلك سر يقلب حياتك رأسا على عقب؟ ماذا لو اكتشفت أن والدك الذي كنت تظنه فقيرا كان يحرس ثروة تهتز لها الأبدان؟ في قصة اليوم نحن لا نحكي عن مال أو ذهب فقط، نحن نحكي عن لعنة الطمع التي حولت 3 إخوة إلى أعداء في ليلة واحدة. سنعيش ساعة كاملة من الغموض، الضحك الهستيري، والدراما التي تقطع الأنفاس. سنحفر معهم وسنجوع معهم، وسنصل إلى ذلك السر المدفون الذي بقي خفيا لمدة 50 عاما. لكن نصيحة: لا تستعجلوا النهاية، فالصدمة التي تنتظركم في آخر الفيديو لم يتخيلها عقل بشر. صدمة ستجعلكم تضحكون حتى البكاء وتبكون حتى تعرفوا الحقيقة. اجلسوا، ارتاحوا، واربطوا الأحزمة، فرحلة جوهر الحكايات تبدأ الآن. في قرية نائية تدعى حوش الغبار، حيث مات الحاج الجيلالي، الرجل الذي كان يعيش بعيدا عن أبنائه لمدة 20 عاما. ترك الجيلالي خلفه وصية مشفرة قرأها المحامي بتأن: يا أبنائي، الإرث ليس في البنك، الإرث مدفون تحت أقدامكم، ومن يحفر أولا يخسر كل شيء. لم يفهم الإخوة الثلاثة، عمر الطماع، سمير الكسول، وليلى الذكية، معنى الجملة الأخيرة، فالطمع أعمى بصائرهم. انتقلوا إلى الدار القديمة وبدأوا في الهدم والحفر بجنون. تتخيل ليلى الذكية كيف كانوا يكسرون الجدران، والغبار يملأ المكان، والصراخ لا يتوقف. وجدوا صندوقا صغيرا فيه مفتاح صدئ ورسالة تقول: هذا مفتاح الباب الذي لا يفتح. الجيلالي خلفه وصية مشفرة قرأها المحامي بتأن. يا وهنا بدأت المواقف المضحكة. سمير الكسول الذي كان يتخيل أن الكنز في المطبخ، فقد ظل يأكل ويحفر تحت أواني الطبخ حتى علق رأسه في طنجرة كبيرة. كان موقفا مضحكا، حيث حاولوا إنقاذه لمدة ساعة كاملة وهو يصرخ: سأموت شهيدا للكنز. بعد فشلهم في البيت تذكروا بئرا قديمة في طرف المزرعة. نزلت ليلى للبئر ووجدت غرفا سرية، اكتشفت رسائل قديمة تكشف أن والدهم كان يحب امرأة أخرى. تلك المرأة ضحت بحياتها لإنقاذه من السجن قديما. بدأت ليلى تقرأ تلك الرسائل التي تحكي عن قصة حب قديمة مشوقة، فقد كانت الرسائل عميقة ومؤثرة. فأخذت من وقت الفيديو 10 دقائق. وجدوا خريطة مرسومة بدم قديم تشير إلى شجرة الزيتون العمياء. وفي منتصف الليل بدأوا الحفر الحقيقي تحت تلك الشجرة. كان الجو ماطرا والرعد يدوي في السماء والخوف يملأ قلوبهم. فجأة ظهر لهم كلب أسود، ظنوه حارسا للكنز، فهربوا في مواقف مضحكة ليكتشفوا في النهاية أنه مجرد كلب الجيران يبحث عن عظمة. بعد حفر 3 أمتار اصطدموا بصندوق حديدي ضخم ثقيل جدا. احتاجوا لجرار لإخراجه. يفتحون الصندوق أمام أعين القرية كلها، الجميع ينتظر الذهب والمجوهرات. لكن ماذا وجدوا؟ وجدوا الصندوق ممتلئا بالحجارة الثقيلة، وفي قاع الصندوق ورقة مكتوبة بمداد عريض: أبنائي الأعزاء، لقد مضيتم ساعة أو شهرا تبحثون عن سراب. هذه الحجارة هي ثقل الأيام التي قضيتها، وأنا أبني لكم هذا المنزل بعرقي، بينما كنتم أنتم تنتظرون موتي لترثوا. الخبر السار: لقد حفرتم الأرض وقلبتم التربة بفضل طمعكم، والآن هي صالحة للزراعة لأول مرة منذ سنوات. ازرعوها لتأكلوا، فالأرض لا تعطي إلا لمن يعرق، لا لمن يحفر القبور. وبينما كانوا في صدمة، يخرج سمير من خلفهم وهو يحمل حقيبة صغيرة وجدها في مكان تافه تحت وسادة والده، ويفتحها ليجد فيها مبلغا بسيطا من المال. كان والده قد خبأه لعشاء تلك الليلة. ينظر إليهم ويقول: الوالد كان يعرف أننا سنبقى بدون عشاء، ترك لنا 8 عشاء. ليلة يقف الإخوة الثلاثة أمام الصندوق الحديدي الضخم
وقلوبهم تدق كأجراس الكنيسة. أهل القرية كلهم يلتفون حولهم، العيون تبرق بالطمع والفضول. الجميع ينتظر رؤية الذهب والمجوهرات التي ستقلب حياتهم رأسا على عقب. بيد مرتجفة يضع عمر المفتاح الصدئ في القفل. تدور الدورة الأولى، الثانية. فجأة يفتح الصندوق بصرير مخيف رغم الصدمة الحزينة والعبرة القوية. الطمع يعمي البصيرة، والجهد الذي بذلوه للسرقة لو بذلوه في العمل لأصبحوا أغنياء. الكنز الحقيقي ليس تحت الأرض، الكنز هو ما تبنيه بيديك وأنت على قيد الحياة. فهل ستنتظر حتى تبحث في صندوق مصدي لتعرف قيمة من تحب؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. إن أعجبكم الفيديو اشتركوا لكي يصلكم كل جديد.